معكم مشاهدينا في صوت الجماهير وتلبية لرغبات الجماهير. بنقابل وبنلتقي بالشاعر عطا نور مرة تانية. أهلا بيك معانا. أهلا بيك يا عطا. يعني عطا كنا التقينا بيه قبل كده في لقاء خاص مع صوت الجماهير. عطا نور هو ابن من أبناء مدينة المنصورة، وهو كان مجند وكتب شعر. في الحقيقة أمتعنا بشعره في الحلقة السابقة، عشان كده التقينا بيه مرة تانية، وهو في الحقيقة مجهز يعني عدد من القصائد بمناسبة الأحداث اللي مرت في اليومين السابقين. أهلا بيك معانا يا عطا، وسعداء بوجودك معانا. أهلا بيك. يعني عاوزين نعرف مشاهدينا بيك مرة تانية. يعني كلمنا أنت خريج إيه وكنت مجند في الجيش المصري، كان إمتى بالتحديد؟ كنت مجند في القوات المسلحة لغاية 1/12/2014. قضيت سنة الخدمة الإلزامية بتاعتي. خريج حاصل على كلية الشريعة والقانون، قسم قانون، تقدير جيد جدا. حاصل على دبلوم القانون العام. ومن هواياتي بقى الشعر، اللي يعني ترسخت لدي الموهبة أكتر في فترة الخدمة في القوات المسلحة، وإن كانت موجودة طبعا قبلها، لكن الفترة ديت كان لها خواطرها الخاصة في قلبي يعني. جميل. يعني احنا مش هنطول عليك، لكن عاوزين نسمع بقى إبداعاتك بمناسبة الأحداث الأخيرة. كتبت إيه؟ متأثر بالأحداث الأخيرة؟ طبعا متأثر، وبقدم العزاء لأهالينا اللي ذبحوا بدم بارد، واللي كانت الأحداث مؤثرة في قلوبنا كلنا طبعا. لأنه لا تفرقة بالنسبة لنا ما بين مسلم أو مسيحي، في النهاية الدم حرام، والمصري دم المصري عموما حرام، والإنسانية تلعن هذه الوجوه التي قامت بهذا الحادث الأثيم الذي أدمى قلوبنا جميعا. ولكن أنا الذي يعني أشفى غليلي، أو الذي شفى غليلي، المشهد الذي رأيته بالأمس، والطيران المصري يحلق فوق رؤوس يعني هؤلاء الكفرة الظلمة. حينما رأيت هذا المشهد نسخ أمام عيني كل المشاهد السابقة، وأصبحت أرى من جديد نصر أكتوبر المجيد وهو يلوح في الأفق. فسطرت هذا المشهد. شرف لكل المصريين في الحقيقة والله. طبعا. فحبيت ان انا اسطر المشهد دوت، وساعة خروج النسور المصريين وهم بيحلقوا في فضاء او في سماء هذا العدوان الأثيم، فقلت جيش الكنانة ما أعزك عندما تصطف في الميدان والساحات. حي النسور التي ردت كرامتنا بعظيم ما شنت من الغارات. كانت تحلق في السماء وربنا معهم يسدد هذه الرميات. لا تحسبوا أن الكنانة وحدها، فالله معها عند كل صلاة. سيف الكنانة باتر وجنودها خير الجنود وأقدر القوات. جددتم يوم العبور لمصرنا حين ابتدأتم هذه الطلعات. جبريل والأفق العلي جميعه معكم يبارك هذه الضربات. يا خير جند الله مصر كريمة، فلتدفعوا عنها الغوي العاتي. أنتم لعمر الله جند المصطفى، ورجال بدر وفارس الغزوات. الحق أسفر وانجلت ظلماؤه، والنصر آت دون ريب آتي. مصر الكنانة قد تهلل وجهها، واستبشرت معكم بخير حياتي. السحب أمطرت البلاد فأينعت، والغرس أضحى داني الثمرات. وتصالح الأبناء بعد تخاصم، وتجمع الأحباب بعد شتات. الجنة الكبرى تطل عليكم بأريجها وبعاطر النسمات. والأزهر المعمور ناجى ربه، واستدفع الأهوال والكربات. صونوا الكنانة واذكروا آباءكم، كانوا لهذه الأرض خير حماة.
مصر الكنانة أمسكت بأكفها في ظلمة الأمواج طوق نجاتي. حثوا المطايا للحبيب المصطفى ولتسرعوا حبوا إلى الحجرات. قولوا لطه إن مصر كليلة بعثت إليك بهذه النجوات. أدرك رسول الله شعبا لم يزل، أدرك رسول الله شعبا لم يزل يهفو إليك ويرسل العبرات. يلقي السلام من الحسين عليك في خير البقاع وأشرف الروضات. واه رسول الله أدرك أمة حيرى تموج بحالك الظلمات. لعب الخوارج بالنصوص ودنسوا وحي الإله وشوهوا الآيات. قد غيروا الدين الحنيف وبدلوا شرع الإله بشرعة الغابات. اللهم بددهم وشتت شملهم يا رب أمطرهم من اللعنات. واحفظ كنانتك التي سميتها في محكم التنزيل والآيات. الله الله، جميل جدا جدا، جميل. يعني كلمات جميلة وإحساس رائع من شاعرنا عطا نور. وبقول لكل مشاهدينا نحفظ الاسم كويس لأن أكيد يعني باكي عطا. يعني عطا كمان كان كاتب حاجة رثاء في معاذ الكساسبة الطيار الأردني. نعم، ده المشهد برضو اللي كان يعني له أثر بالغ، وحبيت ان انا يعني اسطره لانه مشهد يعني اسيف، ومشهد يعني يثير في قلب اي انسان دواعي الشفقة والرحمة. وهؤلاء الذين صنعوا هذا الحادث لا أقول لا يمتون إلى الأديان، لا يمتون إلى الإنسان، الإنسانية بصفة بصلة. معاذ الكساسبة أقول: مت مرفوع الجبين شامخا لا تستكين، راسخا مثل الجبال وظافرا كالفاتحين. كنت تنظر للسماء والكون شجوان حزين، إذ رآك وأنت ملقا خلف قطبان سجين. تسرح النيران فيك وأنت وهاج اليقين، راسما وجه الرباط على قلوب الخائفين. حينما اهتاجت لظاها كنت تجأر بالأنين، كنت للفردوس تنظر بالتلهف والحنين. كانت النيران بردا كعبير الياسمين، وسلاما قد تنزل من إله العالمين. كنت ترسم فوق وجهك بسمة الفجر المبين، كنت تسمع دون ريب صوت جبريل الأمين. فزت بالجنات دارا عند ذي العرش المكين، تلتقي طه الأمين وصحبه والمرسلين. يحتفي بك يا حبيبي في السماء أهل اليمين. جميل جميل. عطا، يعني حابة ان انت تقول اكتر من اشعارك اللي انت كتبتها. كتبت ايه تاني غير القصيدة اللي خاصة بالجيش المصري والقصيدة الأخيرة؟ نفس المعاني ايضا اللي استشهدوا في الاحداث. يعني خلينا نتكلم اكتر يعني عن الاحداث اللي بتحصل لجنودنا كلها، فدي فيها حفز للهمم لزمايلي بقى واخواتي دلوقتي اللي شايلين السلاح وبيدافعوا عن بلدهم. فبقول لهم: لا يستوي من ذاد عن حرماته مع من أحل وضيع الحرمات. ليس المرابط في سبيلك كالذي يلتذ بين السكر والحانات. من يفترش أرض المعارك والقنا هو ليس كالمغموس في اللذات. يا حافظا عهد الإله مرابطا عند الحدود ترتل الآيات. ارفع نداءك للذي رفع السماء
واسجد وناجي الله في السجدات. اثبت فإن النصر يأتي للذي يلقى العدو بجرأة وثبات. اثبت فإنك إن وقعت فلن ترى أحدا وراءك يرفع الرايات. عانق أباك مودعا فلعلها كانت إليه آخر النظرات. يا ساجدا لله في هذه الحمى ومؤمنا خلفي على الدعوات، وموحدا لله في ملكوته ومسبحا لله في الركعات. من عاش يحمي للكنانة أرضها عندي كمن صلى على عرفات. من مات دون ترابها فشهادة في الله لا تحصى بألف صلاة. الله، جميل جميل. عطا كتبت ايه تاني؟ يعني في نفس المعاني قصيدة بذكر فيها فضائل مصر وأنها أرض كل الأديان وكل الحضارات. وقبل ما أذكر القصيدة يمكن يعني يلوح في خاطري ما قرأته عن فضائل مصر، وإنه لما جاء الطوفان على طوفان سيدنا نوح عليه السلام، حينما جاء ليغرق أقوامه الكافرين، كان ربنا سبحانه وتعالى يوكل بكل أرض ملائكة يحرسونها من هذا الطوفان. فكان سيدنا نوح حينما يمر على أي أرض يخرج له الملائكة الذين يعني يوكلون بحراسة هذه الأرض أو هذا البلد. فحينما مر سيدنا نوح على مصر لم يخرج له أحد ليحرسها أو ليدفع عنها هذا الطوفان. فسأل، ورغم ذلك وجدها محمية محروسة، فسأل، وحينما جاءه الوحي واستفتى الله سبحانه وتعالى قال له ربنا سبحانه وتعالى: لقد وكلت بكل وطن أو بكل بلد ملائكة يحرسونها إلا مصر، فإني قد توليت حراستها بنفسي. الله، كلام الله. فده المعنى اللي بيركز جوانا القصائد اللي احنا بنكتبها ديت. وأقول قصيدة مصر المساجد، مصر الحضارة، عنوان القصيدة مصر الحضارة. فأقول: مصر المساجد والكنائس والمعابد والهرم، أرض المعارف والمكارم والحضارة والقيم، فيها يوحد ربنا بصفاته منذ القدم، ولقد حباها ربها بالخير دوما والنعم، الزرع من بركاتها ينمو وينبت من عدم، الله. والأزهر الزاهي بها يؤتى ويقصد كالحرم، دون المساجد كلها ورث النبوة والقلم، وجنودها حلفوا لها ولقد أبروا بالقسم، جيش الكنانة مؤمن رفع الأذان مع العلم، وحمى لمصر أمانها وقضى لها أوفى الذمم، لما رآها تشتكي وتئن من وقع الألم، باع الحياة لأجلها ومضى ولم يسأل بكم، خير الجنود جنودها لم لا وهي خير الأمم، لو تعرفون مقامها قبلتم اليد والقدم. الله الله، جميل يا عطا. يعني قد ايه سعداء بشاعرنا عطا نور وتلبيه لرغبات جمهورنا ومشاهدينا. كررنا معاه اللقاء مره ثانيه. بشكرك جدا، شكرا ليك، واتمنى لك التوفيق في كل حياتك. بشكرك جدا، شكرا ليك يا عطا. وبشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا اليوم من خلال الفتره المفتوحه مع قناه صوت الشعب. شكرا لكم والى اللقاء.